تعال إلى هنا ولن تنادى إلا باسمك الفنان الكبير المعروف لا يعرف. تعال، فهذا هو المالك وأنت الولي. هذا الشاب من ذا الذي لا يعرفه؟ هذا وريث الفن العظيم، ذاك التاريخ وهذا الكتاب، ذاك الكلمات وذا الخطاب، هذا الذي شاركنا الفرح والجرح كمثل هذا. هؤلاء كتبة التاريخ فلنحترمهم. أنا أعتذر على هذه الديباجة. أستاذ حسام، أهلا بك يا سيدي، أهلا بك، وقلوبنا لك تحن ويا ليتها بذكر الله أحن. تفضل. طبعا نشكر أخونا أحمد شرف الدين على هذه الكلمات الرائعة، ونقدم لكم نجم من نجوم الجالية ليقوم بغناء النشيد الوطني، فهذا هو نجمنا يغني عن وطننا، فهيا بنا ننتظر بالله. أياتها الدنيا نشيدي رددي وأعيدي واذكري في فرحتي كل شهيدي وامنحي حللا من ضوء عيدي. رددي أياتها الدنيا نشيدي رددي أياتها الدنيا نشيدي وحدتي يا نشيدا رائعا يملأ نفسي. أنت عهد عالق في كل ذمة، رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس. اخلدي خفيقة في كل قمة. أمتي امنحي للباس يا مصدر بأسي، وادخليني لك يا أكرم أمة. عشت إيماني وحبي صنعية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية. لن ترى الدنيا على أرضي وصية. تحية الجمهورية اليمنية. بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. من شاب مبدع إلى شاب آخر. الجالية اليمنية الأمريكية اليوم لم تعد كما كانت في السابق، فمشروع يمني أمريكي جديد فيه نرى روعة اليمن وحداثة أمريكا. فاسمحوا لي أن أقدم لكم نائب رئيس جاليتنا الأستاذ عماد زيد لتقديم الكلمة الترحيبية في هذه الفعالية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بالضيوف الكرام أجمل ترحيب. تكريم المبدع هي وقفة نبل ووفاء له. للأسف الشديد نلاحظ في أوطاننا أننا نقوم بتكريم المبدع سواء كان فنان أم شاعر أم مفكر أم فيلسوف بعد رحيله، وكأنما نحتفي برحيله. وكأننا نحتفي برحيله في ذلك التكريم أو في تلك اللفتة المتأخرة، بينما نتناساه وهو يشع عطاء وإبداعا وإنتاجا أدبيا وفكريا وفنيا. نتغاضى عن الجمال الذي يبثه المبدع، بينما نلاحق الضياع الذي ينتجه وينتهجه الساسة. للأسف الشديد نصفق لمن يدمرون الأوطان، ونتغافل عن تكريم من يرمم تلك الشقوق التي يخلفها الساسة في وجدان الوطن. نحن اليوم نحتفي ونحتفل سويا مع كوكبة من مبدعي البلد، الفنان القدير فؤاد الكبسي، الفنان المتألق أبو حنظلة،
الفنان الأنيق حسام علاية. الشاعر القاضي حسن الدعيس. الدكتور الشاعر وضاح مزيد. الشاعر محمد الغيثي. الأخ عنتر عبيد. الأخ هاني الصيادي. هو يوم استثنائي بلا شك نسطره معا في هذه اللحظة الزمنية الخالدة. كنت قد سألت سابقا عن الفرق بين المبدع والسياسي، فأجبت بأن السياسي هو العملة الرسمية للبلد، بينما المثقف هو الخيط الفضي الصغير الذي بداخلها، فبغيابه تكون العملة زائفة. اليوم تحتفل الجالية اليمنية في نيويورك بقيادة رئيس الجالية علي عبد اللطيف الصايدي بمبدعين لهم اسم ورسم. استطعنا اليوم أن نجمع بين الصورة والظل، والتي بتوحدها نقف على ملامح اللوحة الفنية بكامل جمالها، والتي لا تكتمل بإحداها في غياب الآخر، القصيدة والفن، القافية واللحن. نرحب بضيوفنا الكرام أجمل ترحيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هؤلاء هم شباب المستقبل من حسام علاية. من حسام علاية إلى عماد زيد، ثم إلى أحد مبدعيننا لهذه الليلة، شاب يمني أمريكي فيه ترى اليمن، ترى حكمتها، ترى لينها، ترى عطفها. فقبل أن أقدمه لكم ليلقي على مسامعكم هذه القصيدة رائعة، مبدع يمني، أنا أريد أن أطلب من رئيس جاليتنا الموقر أن يأتي إلى هنا ليسلم أولى الجوائز لهذه الليلة. أحد أركان استراتيجية مشروع الجالية الجديد هو دعم العلم ودعم الشباب، وفي نجمنا لهذه الليلة وفي نجمنا لهذه الليلة أو مبدعنا، أحد المبدعين المكرمين، نجد كل ذلك الأستاذ وضاح مزيد، فليتفضل. طبعا لأنه مبدع لا يمكن أن نفلته إلا وقد سمعنا أحد إبداعاته، فليتفضل شاعرنا الفاضل. دقيقة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. في البدء شكرا لهذا الجمال، شكرا لهذه الوجوه التي حضرت، شكرا للرفيق رئيس الجالية الأخ علي الصايدي، شكرا للنائب عماد زيد، شكرا لجميع العاملين على هذه التعليقات الكتبانية. قبل الدخول إلى القصيدة هناك 8 أبيات، ثم ندخل إلى القصيدة بعد ذلك. في مثل هذا اليوم يا أكتوبر،
في مثل هذا اليوم يا أكتوبر ولى الظلام وغادر المستعمر. في مثل هذا اليوم قامت ثورة كبرى تبناها الإله الأكبر. في مثل هذا اليوم أعني أننا شعب خرجنا كالأسود نزمجر، ومضى بنا المعنى الذي قد باركت آياته الدنيا فأنا نقهر. في مثل هذا اليوم صنعاء التي صدح الزمان خلالها والمنبر وتلا المكان مكبرا آياته حتى انتشى رمح وشعشع خنجر. صنعاء يا كل البلاد، صنعاء يا كل البلاد تكلمي فإلى متى ذا الصمت صمتك يقهر. ثوري كما ثرتي فلن تتحرري يوما إذا الأنذال فيك تحرروا. القصيدة باب على الباب. أنا على الباب مأسور ومفقود. أنا على الباب مأسور ومفقود، والدانيات بقلبي ثم عقود. أنا على الباب يا أيلول من فتحت روح الصباحات يا أيلول مفقود. أنا على الباب باب صك من زمن وما تلتني بباب المشتهى الخود. روحي مظلة هذا الليل ما عرفت أبواب صنعاء بأني الآن موصود. أنا على الباب تأريخ يؤرقني موت البلاد وترديني المنى السود. عكازي الآن كهل خلف قبضته أضاع دربا فصلى فيه نمرود. كل الأغاني على جنبيه كم هتفت وما احتواه كمان أو شدى عود. هذه هي الحرب والأجراح تأخذنا منا إلينا وتشدو بالدماء جود. أنا على الباب هذا ثم كابوس وذا صباح إلى منفاه موعود. وذا خيال جبال فوقه ركبت من المآسي وذا نار وأخدود. كل بحوزته مما روى سفن تجري إليها وهذا البحر مسدود. أنا على الباب قالت ثم سارية كل المسافات تابوت وبارود. والباب أعني الذي في الباب زوبعة فيها الأسى الصلب يا أماه مولود. دارت بي الأرض إنسانا وما اكتملت أنثى الزهور بحقلي أورنا عود. حملت هذه البلاد الحب معجزتي وما حملت سواها بعد يهود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل عرفتم لماذا نحن هنا؟ نحن هنا لنقول لأبناؤنا صغارنا كونوا مثل وضاح، كونوا مثل فنان اليمن الكبير فؤاد، كونوا مثل شاعرنا الكبير أبو حنظلة، وكونوا أيضا مثل حسن الدعيس ومثل محمد الغيثي ومثل باقي الأبطال. الجالية اليمنية الأمريكية اليوم في مكان مختلف، ونحن في خضم مشروع سوف يقودنا نحو الأعالي بإذن الله. قبل أن نقوم بتكريم ضيفنا أو مبدعنا أو نجمنا، أحب أن أحدثكم أمرين. أولا، في كتابنا كل واحد منكم هو مبدع، كل واحد منكم هو نجم، كل واحد منكم هو بطل. من الذي يأتي من اليمن مهموم على كاهله العديد من المشاكل، ثم ليست إلا سنوات وقد ثبت قدميه، ومع ذلك ثبت الوجود اليمني والعربي والإسلامي في أرض الله هذا. بسبب من؟ بسببكم، كل واحد منكم. كل واحد منا بشكل أو بآخر يعول 30 إلى 40 وفي بعض الأوقات 50 شخص. فدعونا نعطي لأنفسنا حقها، فتصفيقة كبيرة لكل واحد منكم.
الآن مع كلمة قائد المشروع، قائد مشروع التجديد، قائد المشروع اليمني الأمريكي الجديد، رئيس جاليتنا الشيخ رجل الأعمال علي عبد اللطيف الصايدي. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالجميع، نرحب يعني بالغابي مثل ما هذه الصياد يعتذر، كان معه عمل ضروري ما قدرش يحضر. فنرحب يعني بالكوادر كلها، ونرحب بابو حنظله الذي صوته في كل مكان، وهذا يشرف الوطن كامل. ونشكر المعارضين الذي عارضوا، هي زادت زخم للفعالية هذه، ولو ما كانش في معارضة ما كانش معناها طعم ولا يقع لها يعني زخم. ولكن هذا يجمع الشمل، وجمع الشمل الذي نشتيه هذا في داخل الولايات المتحدة الأمريكية الذي يوصل الفكرة إلى الوطن. ونهني الوطن والجميع ب 14 أكتوبر، وهذا هو بفضل كلكم من هنا وبفضل الفنانين وبراسهم أبو حنظلة الكبسي، فهد الكبسي، وحسام علاية. ونشكركم على حضوركم، وكل واحد الطائف الغربي. وعاشت اليمن حرة مستقلة، وعاش الشعب اليمني الصامد، والله مع الولايات المتحدة الأمريكية. هنا الشجاعة، هنا الحكمة، هنا القول، وهنا الفعل. تحية مرة ثانية لرئيس جاليتنا علي عبد اللطيف الصايدي. لفترة طويلة جدا، وكانت إسهامات المواطن اليمني الأمريكي في اليمن مقتصرة على إرسال الزلط والصدقة المباشرة والغير مباشرة. مع بروز الجيل الجديد من أبناء جاليتنا بدأ الأمر يتغير، فلدينا من يذهب إلى الأمم المتحدة وإلى واشنطن وإلى الكونغرس ليخدم اليمن، ولدينا من يلعب في المنتخب اليمني من أبناء الجالية، ولدينا نجم آخر وأحد المكرمين في هذه الليلة. ماذا يصنع هذا الرجل؟ له تسويق له قبل ما تعرفوا اسمه. قد ربما ما زارش اليمن منذ كثير من السنوات، لكنه اشتري شيول، والآن الشيول يوجد الطرق الآن في جبال مديرية الشعر، يسهم في شق الطرقات وتعبيد الطرقات بحر ماله، يقول ويفعل. فاسمحوا أولا قبل أريد رئيس جاليتنا مرة أخرى بنتعبك اليوم يا شيخ علي، وأيضا نائب رئيس الجالية، وأحب أن أدعو أيضا أحد قادة قوى التغيير رجل الأعمال اليمني رأفت العامري ليساعدنا في تكريم ضيفنا لهذه الليلة. من هو هذا الضيف؟ من هو هذا النجم الذي يقوم بتعبيد الطرقات في اليمن؟ إنه رجل الأعمال اليمني الأمريكي عنتر عبية، فليتفضل مشكورا. حياكم الله، حيا الله الأخ محمد، حياكم الله شباب، أهلا وسهلا، حياكم الله، كيف الحال؟ يا مرحبا، حياك الله، يا مرحبا، حياكم الله شباب، حياك، يا مرحبا، حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، يا مرحبا، نورتم، حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله، يا مرحبا، يا مرحبا،
نعم، إنه يعبد التربات في اليمن، هذا هو حب اليمن ونوع من أنواع حب اليمن. أخونا عنتر يتفضل يلقي على مسجد. حياك الله. الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا، كيف الحال؟ طيب، حياك الله. ولكن استغل الفرصة وأقول هذا المنبر خاصة رسالتي للإخوان الأعزاء في الداخل. حياكم الله يا شباب. حيا الله صاحبي، كيف حالك؟ أو أتقي أصحاب الأيادي البيضاء الذي بادروا في المبادرة ورواد المبادرة في اليمن أو في منطقة الشرق بالذات، والذي وصلت المبادرة إلى حوالي 20 مليون دولار، وذلك حسب تقرير مكتب إدارة الأشغال في مديرية الشعر. فالشكر موصول للأخ مصلح دوار وكان الشرف والإكرام في هذه المبادرة، وكذلك الأخ الشيخ نادي عبد العامر وهو من أصحاب الأيادي البيضاء، وكذلك الشيخ صدام طاهر العباد، عبد الفتاح القراني، أبو الحارث، وهناك الكثير فاعلون إذا لم يتسعوا. فالمشاريع التي قمنا فيها هي مبادرات ذاتية وجهود شخصية، ونتمنى أول هدف والغاية أن تنتقل عدوى وتكون عدوى جلسهم اللي ما يصورش يجلسوا، اللي مش مصورين يجلسوا هنا. هؤلاء كلهم يجلسوا هناك، الشباب يجلسوا هناك لو سمحتوا. وعلى وشك ترشيد المرحلة الثانية طريق باب النجد الخراف وطريق باب النجد قبلان، ثم العودة من طريق المحجر التقاء بسطيح المعدات. وهذه خطتنا للأيام القادمة. ومن ثم استغلال الوقت والمعدات الموجودة في الجبل، لأن الإدارة المحلية أو السلطة المحلية والمجلس المحلي في المديرية استحقوا وحدة شق، والوحدة الشق تتكون من 3 قطع بما فيها دركتر وشيول وبوكلر الدقائق و4000 لتر ديزل، بحيث اننا قد خلصنا الطريق فنستغل هذه الوحدة الشق والديزل وتدشين المرحلة الثانية. وكذلك الحواجز المائية المخطط لها 8 حواجز، منها باب المغربة ومنها في قرح فوق ريد الضهبي، والآخرات في الاتجاه الآخر تصب في وادي الرقة. ومن خلال هذا المنبر أوجه رسالتي للجميع، أصحاب الضمير وأصحاب الإنسانية وكل الذي يحب أن يسهم في الخير سواء في الكلمة أو في المال، أن يأخذ الأمر على عاتقه ويتحمل المسؤولية إزاء هذه المشاريع التي ستترك أثر طيب والذي ستسهم في بناء المجتمع وبالذات في الثروة الحيوانية والزراعية. وأكتفي بهذا القدر وشكرا جزيلا. شكرا لك يا فاتح الطريق، وسد الله طريق كل من قطع طريق. سد الله طريق كل من قطع طريق. الشيء الوحيد يا سادة، الشيء الوحيد، الله يعز قدركم، الله يعز قدركم، الشيء الوحيد الذي دائما كلما قرر يكون حلوا، أصحاب الحكمة. سنقدم لكم اليوم، الله يعز قدركم، اسمعوا الكلام، الله يعز قدركم. أقول لكم شيء بسيط، شيء بسيط. أنا من أمس لم أنم، من أمس لم أنم، تمام، من أمس لم أنم. المتحدثين، نعم، تمسكها لي شوي بس. شكرا لك لو سمعتم.
لو سمحتم يا شباب، لو سمحتم صاحب البوح في زمن الصمت الثائر، صاحب السفر إلى الغد المشرق ستعرفه بعد قليل، رجل يستحي الله منه. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان محمد بن عبد الله: إن الله يستحي من كل ذي شيبة، وشيبته وقار. كل ديوان كتبه يحتاج إلينا إلى خلوة، كل ديوان كتبه هذا الفاضل يحتاج منا إلى خلوة. هو القائل: من أين أبدأ يا وطن؟ من أين أبدأ يا وطن؟ والمبتدأ أنت الوطن. امسك الكاميرا. انا بروح اصيح لهم. انا بروح وجه الزمن وأنا الموشح بالحزن، جرح تغرح بالمحن. هو القائل: شعب تحاصره الفتن. هو القائل: أنا الملهوف حبا فيك يا يمن، وفي أمسي وفي يومي وغدا. لحكمة الآباء، لحكمة الآباء أراها والأجداد والقلب الأحن. كفى الوطن دجلا ومن، كفى الوطن دجلا ومن، كفى الوطن دجلا ومن. أضحى الشريف على ثأرك الممتهن، ما دام أتى من فساد بغيهم فالشعب كلا. واليمن في ذمة القادات فاشهد يا زمن، في ذمة القادات فاشهد يا زمن. انظروا إلى صاحب الحكمة من يقول: نجم قريب الى قلوب الكبير. قبل ان افصح عن هويته احب ان ادعو رئيس جاليتنا مره اخرى، وايضا احب ان ادعو احد قادتنا في بورتقيل محمد الجرادي فليتفضل ايضا، وايضا نائب رئيس الجاليه عماد زيد. انه الوالد الفاضل حسن الدعيس كان معنا في واشنطن عندما ذهبنا وناظر من حين تم حظر اليمنيين، كان حاضر معنا. وفي كل وقت أردنا أن نعرف الأجيال في أمريكا عن سبتمبر لجأنا إليه. إنه قاضي، إنه كاتب، إنه شاعر، إنه والد فاضل لجاليتنا. في إطار مشروع الجالية الجديد، هؤلاء هم النجوم، سيماهم في وجيه. شكرا جزيلا لقادة جاليتنا. الآن نسمع قصيدة من والدنا الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم جميعا كل باسمه وصفته، وشكرا لرئيس الجالية الأخ علي عبد اللطيف الصايدي، ونائبه الأخ عماد زيد، وكل من ساهم في هذا التكريم لنا. شكرا لكم. وقد أثرتم شجوني وبعثتم في روح الشباب من جديد. فتذكرت قصيدة قلتها في 78 عندما قتل الغشم. قلت: ألا أيها الظالم المرتد على وجهك اليوم بين التراب، أأبكيك يوما وقد خنتني على غفلة يوم ذبح الرقاب. فلولا حياتي أبت أن تموت لكنت ضحية قهر العذاب، بريئا وكم أبرياء أنا نجوت وهم شهداء التراب. بظلمك صاروا هم الخالدون وأنت كتمثال نحت السراب. أجبني أيا عبرة الخائنين بما أنت فيه يا عديم الصواب. أجب إنني حي أرزق فلا يموت الشهيد، فهل من جواب؟
صحت صيحة الموت من عنقي، فما هالني غدركم يا ذئاب. لأرضي ودمي شباب هم، إذا نحن متنا فلست غياب. فقولوا كما قال شاعرنا، فقولوا كما قال شاعرنا: بيوم من الدهر عتق الرقاب، فمات وقد جفت المذبحة، من الدم قالوا مطر يا سحاب. فتبت أياديكم إنكم بلغتم من الظلم حد النصاب. فنادى المنادي: أين الهمم لكي نقطع الحبل قبل الندم. خذوا خائنا ذاق طعم الرقاب، إلى السجن حطوه مثل الصنم. ضعوه على بقعة موحية بمقدار باع ووتعة قدم، ليلقى جزاه بما قد جنى، فهذا عديم الوفاء. وهات البقية على مسمعين، ومرأى من الناس أهل الكرم، ليلقوا الأقصى جزاهم، فما لمن خان إلا أشد الألم. لقد بلغ السيل حد الزبا، وقد جفت الساقية والقلم. متى أيها الشعب نصحى، متى وركب الحضارة سرى في الأمم. السلام عليكم ورحمة الله. تحية لوالدنا الفاضل الشاعر الكاتب القاضي الإنسان. طبعا تكريم 7-8 مبدعين في جالية قوامها 500,000 ظلم، ونحن لازلنا في بداية المشوار. وكما قلنا جاليتنا اليوم لم تعد كما كانت، وأنا على السريع ولن أستطيع أن أحصي أحد، لكن علينا أن نعطي الناس حقوقهم ومن باب تشجيع الآخر. أحب أن أنوه لعدد من الشخصيات التي تعمل من أجل مشروع اليمن أو اليمنية الأمريكية الجديد. الناشط الحقوقي السياسي إبراهيم القعطبي، لو سمحت. رجل الأعمال المبدع الكاتب فضل عامر. رجل الأعمال اليمنية الأمريكية حافظ الصايدي، أحد من قدم ثروته وكان نعم المضيف. أخونا صلاح الطيب، ناشط وسياسي وتاجر وغير، وكلهم فيه اجتماعين. وفندم الشيخ عبده عبيد. طبعا مشروع اليمني الأمريكي الجديد يربط النجومية بالعمل، والنجم عندنا هو الذي يصعد في سلالم الحياة ولا زال متمسك بأركان الهوية اليمنية الأمريكية، وهي أن تكون مسلم، أن تكون يمني، أن تكون عربي، وأيضا جزء منا تكون في هذه البلد. فمعايير النجومية كبيرة وكثيرة جدا، ولدينا أبطال بالآلاف، وفي الأيام القادمة سوف نكرمهم جميعا. قبل أن ننتقل لتكريم ضيفنا التالي، أحب أن أنوه لرجل أعمال فاضل حاضر في كل الفعاليات بوقته وماله، إنه أخونا فيصل الصايدي. نجمنا التالي شاب يمني أمريكي في مجتمعات أخرى لا يجب أن يكون داخل متجر، وإنما في مكتب يقوم بكتابة المعلقات. شاب يمني أمريكي، من يفهم بالشعر، من يفهم بالأدب، من قضى عمر وهو يفهم بالأدب، يعي موهبة هذا الشاب. فاسمحوا لي جميعا بعد أن يصعد رئيس الجالية مرة أخرى ومعه نائب رئيس الجالية والأخ الأمين نبيل عيسى، وأيضا من سيعيننا في هذا التكريم من أكرم الصايدي. أين هو؟ تفضل أخونا أكرم. الشاب الموهوب والمبدع هو محمد الغيثي. أين محمد الغيثي؟ أخونا محمد الغيثي. هنا الإبداع، هنا الروعة، هنا مشروع الجالية الجديد، هنا الثوار الذين بإذن الله ذات يوم سنعود إلى اليمن ونبنيها. فليتفضل أخونا محمد.
اسمعوا الابداع بليز. قصيدة بعنوان تجربة يمانية. القصيدة بعنوان سبائية. هذا المساء وهذه السمار والراقصون دوائر ودوار. هذا المساء وهذه السمار والراقصون دوائر ودوار، والأغنيات البيض تولد تارة وتضيئها الكلمات والأوتار. وأنا وبي عطش يفكر في دم، قلب يريد وفكرة تحتار، وغيابة صغرى بوجه حاضر بين الوجوه وكلها أطوار، كغمامة تهمي وتصحو فجأة أو مثل ليل يعتريه نهار. هذا أنا ما بين برد قارس ومتاهة فيها تشب النار. هذا أنا عنق وقلب شاهق في باله تتلألأ الأقمار. لا الحزن يقعدني فأعرف بالأسى عرضا ولا بالأمنيات أثار. لا الحزن يقعدني فأعرف بالأسى عرضا ولا بالأمنيات أثار. من روحه ابتهلت قبيل بلوغه سن البلوغ فعمره أعمار. من حزنه حزن مؤمن ربه خيرا فليس لحزنه أضرار. هو شاعر والحزن يغلب عادة أهل الشعور لأنهم أخيار. ما بين مفردتين ثمة نكهة وكأن بعض المفردات بهار. هذه بطعم البن، تلك بلونه أو تلك شاي أحمر ثرثار. هاتيك رسائل ما بسمعش في عينها يتراكض التيار. يا للقصيدة حين تنبض جمرة